هاعمل معاكم النهارده شوية عدس بس إيه، حاجة كده من الآخر. هاعمله معاكم بطريقة حلوة أوي وطعمه أكتر من رائع. هنعمل فيه شوية تكات بسيطة كده هتاخد العدس ده في حتة تانية خالص. يلا بينا نعمله مع بعض على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. في حلة على النار هنحط معلقة كبيرة حلوة كده من السمنة، وهنحط عليها بصلة كبيرة أو بصلتين صغيرين قطعتهم مكعبات متوسطة، وجزرة أو اتنين برضو قطعتهم شرايح متوسطة. قطعوهم أي تقطيعة مش فارقة. وهنحط عليهم كمان 4 أو 5 فصوص من التوم، قسمتهم بس نصين عشان يطلعوا ريحتهم. واختياري للي حابب هنحط 1 أو 2 من الفلفل الحار. هنشوح بقى الكلام ده كله على نار هادية تقلبتين كده ولا حاجة. وبعدين هنحط عليهم العدس بعد ما غسلته كويس قوي وصفيته، ونكمل بقى تشويحهم. عايزينهم يتشوحوا شوية حلوين مع بعض كده على نار هادية، بس من غير ما لونهم يغير. هنتبلهم بقى بنص معلقة صغيرة من الملح والكزبرة الناشفة والكمون، ورشة بسيطة قوي من الفلفل الأسود. تشويحهم في السمنة بالطريقة دي بيدي للعدس والخضار لسعة وطعم حلو قوي، يعني مبيبقاش مجرد خضار كده وعدس مسلوقين وخلاص. بعد ما نشوحوا شوية حلوين هنحط عليهم بقى الطماطم، 1 أو 2 كده متقطعين 4 تربع. هنقلبها بس معاهم تقلبتين كده وخلاص. باحط الطماطم في الآخر عشان ما تنزّلش مَيّتها وإحنا بنشوّح العدس والخضار. كده خلاص شوّحناهم كويس أوي. هنحط بقى عليهم مكعب أو 2 من الخضار، اللي حابب يحط مكعب مرقة أو يزوّد شوربة براحتكم. أنا باحب بس أحط مكعب الخضار لإنه بيدّي نكهة حلوة أوي وبيعزّز الطعم كمان أكتر. وهنزوّد بقى مَيّة سخنة تغطّي العدس بشوية صغيرين. ما تزوّدوش المَيّة أوي عشان طعم العدس يبقى حلو وما يروحش في المَيّة الكتير. أول ما يغلي نهدّي عليه النار ونغطّيه ونسيبه بقى يستوي على نار هادية براحته. العدس ما بياخدش وقت بيستوي على طول. نبص عليه كده ونشوف الخضار، لو لقيناه مستوي بالشكل ده نقفل عليه على طول. نخلط بقى العدس ده بالهاند بلندر أو في الخلاط زي ما يعجبكم. لو هتستعملوا الخلاط شيلوا الغطا الصغير اللي بيبقى في النص ده عشان يخرج البخار ما يتكتمش جوه الخلاط، أو استنوا لما يهدى شوية واستعملوه. وانتوا بتخلطوه لو لقيتوه تقيل قوي زودوا شوية صغيرة كده من المية. نرجع تاني بقى نحط العدس في الحلة ونظبط طعم الملح والبهارات لو احتاج. هنسيبه يغلي غلوة واحدة بس ونقفل عليه. في الوقت ده بقى أنا قطعت مكعبات التوست اللي عايز، ورشيت عليها رشة كده من زيت الزيتون، وحمرتهم في الاير فراير أو ممكن تعملوهم في الفرن. ولأني بفضل العيش البلدي أكتر مع العدس قطعت برضو شوية حلوين كده وحمصتهم في الاير فراير. وهقول لكم دلوقتي هنعمل فيهم ايه. بصوا بقى قوام العدس حلو ازاي، مش خفيف ولا تقيل، قوامه مظبوط جدا. نقدمه بقى وهو سخن كده ونحط عليه مكعبات التوست مع عصرة ليمون، بيبقى تحفة. دي كده طريقة العدس الخفيفة، طعمه بيبقى خفيف وبسيط. الخطوة اللي جاية دي بقى بتغير طعم العدس تماما وتوديه في حتة تانية خالص. في طبق التقديم هنحط العدس عادي جدا، وهنحط عليه مكعبات العيش البلدي اللي حمصناها. هنسيبه بقى ثواني على جنب كده، ونجيب طاسة ونحط فيها معلقة من السمنة وعليها فصين أو 3 من الثوم مفرومين. نقلبهم تقلبتين بس يا دوب ياخدوا لون دهبي خفيف، ونحط عليهم معلقة من الخل تغلي بس غلوة، ونحطه بقى على وش طبق العدس على طول. ودوقوا بقى أحلى طعم للعدس. بنحط العيش وطشة التوم دي قبل التقديم على طول. نقدمه بقى مع بصل أخضر، ونحط برضو ليمون كده شوية حلوين على البصل. بيبقى رائع، جربوه وبألف هنا على قلوبكم مقدما. وأشوفكم على خير.